ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين، واجعلوا رمضان اللي هنا علينا يا رب وعلى امه محمد. وحشتوني. بصوا بقى، جايين النهارده هنعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. كده معانا باغه، بس كنا عايزين نجيبها اكبر من كده، بس ملقناش الا الحجم ده حلو، بس هي صغيره، بس احنا بنحب الكبيره شويه. المهم كده جبنا باغه وجبنا بتاع دي كابوريا. هنعملها بقى بصوا كده، هننضف واحدة كده. بتنضف الرز بتاعتها، بتشال والبطن لو عايزة تشيل السلسلة بتشال بالراحة كده، بس هي بتبقى ايه جامدة شوية عن التونة. كده اتنضفت اهي، نحط شوية مية كده وليمون، وهنشطفها بقى، نغسلها غسلة حلوة كده، وننقعها بليمون بتاع ساعة او ساعة ونص. ما بتبقى منقوعة بليمون بتبقى حلوة ومفيهاش زفارة. عايز تيجي تشيل لو عايزة تشيل الشوكة بتشيليها، بس دي صغيرة اوي يعني، عشان تشيل الشوكة هتهري خالص، لان التونة بتبقى طرية عن الباغ. بصوا نقعتها هي مفتوحة اهي، سهلة برضك. لو تيجي تشيل الشوكة بتشيلها من الناحية التانية. دي كابوريا اهي، هتغسلها بقى وهنضفها كده وخليها زي الفل. بتتنقع برضك بليمون وبتتساب برضك بالليمون، عشان الليمون بيضيع منها الزفارة. معانا بقى الشطة والليمون والثوم. معانا كده البصل هنحطه في الكبة عشان نعمل الرز. الوقت بيجري يعني الواحد بيصحى برضك بدري، بس تحس الوقت بيجري كده. خلاص ده عدى منه كتير اهو والله. بصوا هنعمل بقى رز مع بعض. اللي طحنا البصل في الكبة، نحط شوية زيت. الرز طبعا كلكم عارفينه، هو سهل وبقى جميل. بس كنا يوميها صاحيين برضك مش بدري اوي، كنا متأخر برضك. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، عشان اي حاجة جديدة توصل لكم. فنعمل بقى مع بعض الحوض، الشطة والليمون والثوم، طبعا ملح وكمون، ويضربوا كده في الكبة. الحوض سهل، احنا عندنا حوض احمر في التلاجة، بس هي قالت انا هعمل حوض جديد. ملح كده وشطة وكمون. كانت اكلة جميلة وكانت سهلة. اصل رمضان يعني حيرة، وكل يوم الواحد بيحتاس بصراحة يعمل اكل بصوا البصل كده غمقت خالص اهي، نحط شوية مية كده عشان الرز يبقى شكله بني كده وجميل.
شوية ملح كده وكمون، وهننزل بقى بالرز كمان شوية كده، وهنولع بقى على الزيت ونعمل الكابوريا عشان ايه الوقت يعني يعدي ونعمل الاكل بسرعة. كل سنة وانتم طيبين. مش عارفة برضو كل واحد بيفطر وما بيقدرش اصلا ولا ينزل ولا يطلع، بنقعد كده ولا عارفين نجيب حاجة ولا نشتري حاجة. طبعا بيبقى الشهر ده كركبة بقى، وواحد عايز يصبن وينضف وتشتري حاجات. معانا كابوريا، معانا بصل وطماطم وشطة. طبعا بتحط عليها حدق، نحدق البغا كده، نحط فيها الحدق كده. ده الحدق ده بشطة خضرا، احنا عندنا حدق بشطة حمرا بس هي مرضتش تعمل بيه. معانا كمون وملح وشطة، نحطها بقى كده. وطبعا هي بتنزل المية بتاعتها، ونحط برضك شوية مية عليها. هي سهلة يعني مبتاخدش وقت في التسوية. نحط شوية مية بقى كده وهنغطي شوية هي هتغير لونها. طبعا كده وهنقلي بقى البيضة اهي، كانت جميلة جميلة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان اي حاجة ننزلها توصلكوا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا البغا ما بتاخدش يعني ما بتتعملش على نار هادية لانها صغيرة مش كبير، على نار عالية عادي. بصوا الكابوريا غيرت لونها اهي، والرز بقى شكله جميل ازاي. نعمل بقى السلطة مع بعض. معنا خيار وطماطم وليمون وشطة وخضار. بصوا الاكل خلص اهوت. بصوا السلطة والرز والباقة دي مية الكابوريا والكابوريا. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.